تريزيجيه، انا وانت عارفين ان تريزيجيه راس ماله ايه؟ هياخد الكوره، ايوه زي ما قلت كده، وهيقطم. طب اي مدرب عايز يذاكر تريزيجيه هيتعب؟ لا عادي جدا، هيذاكر كله وعارف تريزيجيه معروف، هياخد الكوره كده وهيقطم، ما بيروحش بقى ويرقص، لا، ياخد الكوره وهيقطم. طب في الحاله دي مجدي عبد العاطي في ماتش مودرن تعب؟ لا عادي جدا. طب عمل ايه؟ لعب عليها، بس لعب مع فريق عشوائي. لو مجدي عبد العاطي مدرب مودرن لو معاه فريق كويس عادي جدا هياكل عيش جدا على النادي الاهلي وهيجيبوا جوال، بس هو فريق عشوائي، مودرن فريق عشوائي، خلى تريزيجيه لعب على الحته دي ولعب عليه. تعال نشوف كده لعب ازاي. انا لما العب كده دلوقتي الكوره مع شوبير مرحله البيلد اب، بص كده لما الكوره تروح لتريزيجيه زي ما احنا ماشيين، تريزيجيه زي ما قلنا هياخد الكوره وهيقطم. يلا اقطم يا تريزيجيه اقطم، خلاص خدناها منك، الكوره اتلعبت والاهلي عامل دفاع متقدم واحده واحده، بس انت بتلعب فريق عشوائي. لو الكوره دي صح اتلعبت صح، انفراد على شوبير جت لشوبير تاني، فاذا كله معروف. هو ياخد الكوره كده هيقطم، في اتنين قدامه خدوها. ده تريزيجيه اللي جاي يفيد النادي الاهلي. لو بتلاعب فريق بيعرف يلعب هيلعب على تريزيجيه. يعني خد بالك من الزمالك، خد بالك من بيراميدز، خد بالك من سيراميكا، الفرق اللي بتلعب كوره هتلعب على الحته دي ويعملوا الترانزيشن كويس جدا عليك، ويعملوا التحولات وهيرازوك. ده تريزيجيه اللي جاي يفيد النادي الاهلي.